السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بيكم حلقة جديدة من أحلى صحبة، نعيش حياتنا مع أحلى صحبة ونعيش آخرتنا مع الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم على صحبة بس مختلفة شوية، يعني صحبة السوء جت منين؟ وليه أحيانا بنبقى مضطرين نمشي معاها؟ وهل احنا فعلا مضطرين ولا لأ؟ وإيه الأسباب؟ وهل الصحبة فعلا بتلغي وجودي خالص في الحياة؟ يعني هي كفيلة إنها صحبة السوء تلغي وجودي في الحياة خالص، أبقى غير مرغوب فيا؟ هل الصحبة السيئة ممكن تحرمني من أهم حاجة في آخرتي، من لقاء ربنا سبحانه وتعالى؟ هل الصحبة السيئة ممكن تحرمني من إن أنا أقابل النبي على الحوض؟ هل الصحبة السيئة ممكن تحرمني من رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ دي كلها أسئلة كتيرة قوي. بس أنا عايز أقول حاجة كمان، كل واحد له حلم وله هدف وله أمنيات وله أحلام وله طموح. الطيور على أشكالها تقع. إحنا النهاردة معانا صحبتنا، بس صحبة جميلة، كانت صحبة عمرة وصحبة حاجات كتير شوية. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويثبتنا ويقبلنا ويتقبل مننا ويجعلنا سبب ويستخدمنا ولا يستبدلنا. تعالوا نتعرف على صحبتنا النهاردة، وبعد كده نتكلم في الصحبة المعاكسة، لما تكون صحبة ما بين قوسين سيئة، ما بين قوسين حاجات كتير بقى، كل واحد يقدر يحط الكلام اللي هو عاوزه. تعالوا نرحب بضيوفنا النهاردة. جبلي صديق اللدود، عبد الرحمن مجدي يعني الغائب الحاضر. وحشنا عبد الرحمن. وانت كمان والله كتير. السعداني النجم القادم. وطبعا وسيم فتى الشاشة الأول في الصحبة السيئة ممكن تكون مرت في حياتنا، ده طبيعي، يعني عشان تدوق طعم الصحبة التانية لازم تدوق طعم الصحبة السيئة. فمرة من المرات موقف هبدأ بيه، كنا في ثانوي، كان عندنا مجموعة كده من الشلة بتاعتنا بقى كورة، يعني عندنا حاجات كتير كده، كنا بنعمل كذا حاجة يعني. ففي اتنين واحد بيدخن والتاني لأ. فكنا ماشيين في مرة، فبيقول اللي بيدخن يعني، بيقول له طب ما ايه يعني، ايه رأيك جرب؟ قال لا يا عم. قال له ليه يعني، خايف من ايه؟ خليك راجل وجرب يعني، مش مشكلة. قال لا اصل التدخين واثاره الجانبية حاجات بقى اللي هي كلام تلفزيون شوية. قال يا عم اثاره جانبيه، ما انا بدخن اهوت وزي الفل يعني. بعدين ما حدش مش هقول للبابا اللي هو البعبع بقى، هقول للبيت، مش هقول له بتاعه. فقال له طب بص اقول لك على حاجه يا عم، بص خد السيجاره اهي، حطها بقى هنا، ايوه خد نفس ها. فراح عامل خد نفس، انفخه تاني، فراح قال له اهو حصل لك حاجه؟ عارف اللي هو ايه يعني. بص القدوه يعني، ده كان نموذج. انا صاحبي ده بعد فتره يعني، الاثنين دول، واحد لسه مدخن لحد دلوقتي، والتاني اللي جرب يومين وبعد كده رجع عن الموضوع. قال لي انا كنت شايف ان انا داخل في سكه غلط، يعني هو كل الفكره عنده في الاول خاف من بابا يعرف، وبعد كده شويه لا ده انا خفت امشي في سكه غلط ودي تبقى بدايه وانا عايز ابدا حياه مختلفه، عارف فده كان نموذج انا كنت شاهد عيان يعني، عارف اللي بيجربه وخد وايه حصل لك حاجه زي الفل، اللي هو عارف اللي هو لا سحر ولا شعوذه يعني. فانا عايز ابدا من النقطه دي. الصحبه السيئه بتعمل ايه فينا؟ في الفكر، في الطموح، في الاحلام، في الحياه. مش عايز اقول بقى يعني لسه هنكمل النص الثاني مع ربنا سبحانه وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وسلم. هنعمل ايه يعني الصحبه السيئه؟ ايه الفكره بتاعتها؟ انا كنت عايز اقول لك على حاجه في الاول، اللي هي كلمه الصحبه اصلا لوحدها سواء كانت سيئه او كانت كويسه. البني ادم بطبيعته اصلا عايز يبقى دايما في وسط مجتمع ويبقى محبوب ويبقى في ناس حواليه، سواء هو بيعمل حاجه صح او غلط. بالظبط، فاهم؟ فبالذات في السن بتاع المدرسه بيبقى ساعات في مشكله ان الاطفال الصغيرين ساعات في حد بيبقى متميز، عارف انت اللي هو بقى ايه، واحد اللي هو الفاني قوي او اللي بيضحك الناس وبتاع، فلما من الناس حواليه، والتاني رياضي قوي، فالناس اللي بتحب تلعب كوره كلها منبهره بيه، وده مثلا شكله حلو، فالناس يتبقى جزء معين لقى نفسه مش مميز في اي حاجه، فالناس مش مقبله عليه. بتبقى مشكله بقى المجموعه دي ان دي عايزه تشد انتباه الناس، سواء ان هي كان في بيتها ما كانش اهلها مهتمين بيها قوي ما كبروش فيها اي موهبه، او سواء ان هو في المدرسه صحابه برده ما عرفوش ان هم حاسس ان عنده نقص معين فبيداريه في وسط اللي بيحصل. فبيبدا ده بقى يبدا ان هو يحاول ان هو يقول للناس يا جماعه انا موجود اهو، تمام؟ ما عنديش مشكله لو هو هيبدا يقول انا موجود اهوت وهو بيبادر بحاجه كويسه، بالعكس ده هو كده هيبقى هو بينشئ الصحبه الصالحه. انما هي المشكله بتيجي بقى منين؟ بتيجي من ان هو فعلا للاسف يعني معظم الناس بتلجا للحل الاسهل،
ان هو يبدا يعمل حاجات مش مستساغه من الناس كلها. وبتبدا بقى كنت بتشوف في سن المدرسه بقى حاجات غريبه، وليكن بقى اول واحد يبدا يشرب سجاير بقى، هو ده الخطر بقى اللي موجود. او اول واحد يبدا بقى يطلع حاجه مش كويسه، مجله مش كويسه او ويب سايت مش كويس او حاجه زي كده، او اول واحد بقى يبدا كذا او كذا. فالصحبه بقى للاسف السيئه بتيجي اكتر من ان هي قصه ان حد انت ما شغلتلوش الفراغ اللي موجود في حياته. ظهور يعني. طب هل دي رجوله؟ يعني ان انا اجرب، يقول لك جرب مش هيحصل حاجه يعني، ولا ايه يا وسيم؟ هو في السن اللي هو الصغير ده برضه يعني ان بيجرب الحاجه الجديده دي بتبقى احساس ليه حلو، بس هو مش لسه مش عارف برضه ده صح ولا غلط يعني. ممكن طبعا يكون عارف غلط ان هو في البيت قالوا ان هو غلط، بس بره بيقولوا له العكس. طب مين الصح؟ طب هل يكون البيت ممكن يبقى عامل المشكله دي؟ يعني البيت شديد جدا واصحابه تافهين جدا او متساهلين جدا، فهو حاسس ان هو في النص ما بين اللي ما فيش خالص وما بين ان كل حاجه اوعى. فهل يلجأ لانه يجرب وبعد كده ياخد قرار، ولا الموضوع قبل ما اجرب لازم اوزنها؟ اصل كلمه التجربه على عمومها، ودي حاجه لها علاقه بعلوم العقل شويه، كلمه التجربه في حد ذاتها كلمه لها شرط. يعني مش عشان اجرب اي حاجه. يعني كلمه التجربه في علوم القياده تحديدا مرهونه بفكره ليه. هجرب عشان ابقى راجل، او هجرب عشان ابقى حر، او هجرب عشان ابقى ليه. هتجرب دي مش جرب وزي ما تيجي بقى، يعني عارف اللي هي ايه، انت ورزقك. لا، هي بتبقى جايه من منطلق فضول شويه. بالظبط، ممكن يبقى سبب بالظبط. ما هي دي بقى، يعني هو بيبقى عايز اعرف هو انا لو عملت كده هي ايه اللي هيحصل. يعني عايز احس بالناس اللي بتعمل كده، بيبقوا بيحسوا بيا ما يعملوا كده. او ممكن يبقى انا بداري على عيب عندي او عقده نقص، ان انا بعمل حاجه اهو بقى، يعني عارف بعمل زي الاراجوز كده. عامل تاني يعني بقى اللي هو النقص بقى. انا شايف ان انا امسك علبه السجاير في ايديا، وان انا ماشي علبه السجاير وسيجاره في ايدي. ودي صور ذهنيه خلي بالك. البطل اللي هو بيضرب الناس كلها في الفيلم وفي الاخر يحط رجليه على واحد ميت ويشرب بقى، او نخب الانتصار فنشرب حاجه ساعه فنخبطها مع بعض والحاجات دي. او الممنوع مرغوب برضه. طبعا صح. وبتفرق جدا بقى الحته بتاعت التربيه. ان انت زي ما قلت كده في الاول، الاهل اصلا في البيت مربين الابن ازاي او البنت ازاي. التجربه دي بالنسبه لهم حاجه مباحه ممكن الحد يعملها، وهم يكونوا متابعين للحاجه زي كده مثلا، ولا هم لا قافلين عليه كل السكك ولا ما تجربش. ما هي دي بقى ايوه، والحاجه فشلت التسلط. عارف تحس ان في او العكس خالص بقى، كل شويه ايه انت كنت فين واتاخرت ليه ما بيديلوش مساحه. ودي نقطه مهمه جدا حتى للخطا يعني نفسها، ان انت مساحه ان انت تجرب او مساحه ان انت تخطئ، بس ان انا اتابعك عشان اقومك بعديها. دي مهمه جدا بقى. يعني السن ده سن الثانوي بيسمى في علوم التربيه، يقول لك سن التقييم والتقويم. نقعد نقيم التجارب وبعدين نقومها. مش الغيها او احذفها، ما ينفعش. يعني زي احنا قلنا نجرب، هجرب بس ليه. دي نقطه مهمه، ويعني مربط فرس في الفكره دي. الحاجه الثانيه كمان في صحبه او الصحبه اللي مش كويسه، هل هي ممكن تكون سبب ان انا شايف الدين انه خنقه وخنيق، وانا مش عارف. انا الشباب اللي طلعوا يعملوا له عمره دولت، يا عم روح خرج لك خروجه بقى ولا صيف في مقرأة، انما شويه يعني شويه دول صحابي مثلا الدنيا رايحين عمره، رايحين مثلا لما نصيف في مكان بنقول درس ونصلي بالليل، ده مصيف وننزل البسين بقى، يعني كل حاجه. وفي غزه راحوا غزه. ايه الناس الغريبه دي؟ يعني ايه يا القصه دي؟ يعني سبحان الله، انا اكاد اكون القاسم المشترك ما بين الثلاثه اللي قاعدين تانيين معانا. يعني الحمد لله احنا في كذا صحبه جمعتنا. احنا الثلاثه كده مثلا كنا في مدرسه واحده رغم اختلاف الاعمار، واحنا الثلاثه كده كنا في رحله غزه موجودين مع بعض. ومثلا الثلاثه دول كانوا في العمره، واحنا الثلاثه يعني الاربعه كانوا في العمره. فهي دي بتبقى صحبات صالحه الحمد لله، ربنا كرم الواحد بيها. وفي الاول وفي الاخر هي رزق ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى. بس انا موقن من حاجه، ان كلنا، عشان في ناس ساعات بتحب تعيش في دور المضطهد او ان هو مزنوق في الكورنر، ان انا ما جاتليش الفرصه. لا، هو كله بتجيله الفرص وبتيجي متهيألي بنسب متساويه، بس ممكن واحد بتجيله المره دي من ناحيه صحاب العمره، واحد تاني من ناحيه صحاب الجامع، واحد من ناحيه المدرسه، من كذا من كذا. الفكره بقى استغلها. يعني انا مش هنسى، ويمكن حتى وسيم اهوت موجود معانا، اول ما بدانا انشطه مع بعض في المدرسه من واحنا صغيرين خالص. اوتروجا عموما. اوتروجا يعني. اول ما بدانا النشاط بتاع اوتروجا ده، كان القصه كانت فيها ابتلاءات في الاول موجوده ازاي. يعني لا، وانت كمان حكيت لي حاجات قبل كده،
يعني وجلال الشيخ الوحش الغائب الحاضر برضه قال على بعض الحاجات. سبحان الله بتبقى ساعات بتلاقي ابتلاءات ان هو يا اما بقى ممكن نقد لاذع جدا من الناس، يا اما ساعات نفسنا من بعض. انتوا فاضيين يعني اللي انتوا بتعملوه ده حاجات كتير. دي اكتر حاجه. يعني اكتر حاجه انتوا فاضيين يا ابني، روح اتجوز. استغل الفرصه بقى، يعني الفرصه ما بتجيش كتير فلازم تستغلها. طب احنا عايزين ندور على الصحبه الكويسه، نلاقيها فين ونعمل معاها ايه؟ ده السؤال اللي هنطلع بيه دلوقتي للتقرير. هنسال الناس زي ما سالناهم، هم قالوا لنا بعض الاجابات، هنسمع هم تعاليهم ايه وهنرجع نكمل تاني ونسال هنلاقي الصحبه الكويسه فين؟ نجيبها منين؟ نعمل معاهم ايه؟ كل ده هنعرفه بس بنطلع نسمع التقرير ونرجع نكمل تاني مع احلى صحبه. فخليكم معانا لسه عندنا كلام كتير. انا ديني بيقول لي صديق السوء ده، يعني انا ماشي مع صديق سوء وانا ما اعرفوش، بس كل الناس هتقول لك ده زي ما بيعمل صاحبه هو بيعمل زيه. انا في مثلا يعني انا كنت مصاحب واحد وكل حاجه وعرفت ان هو صديق سوء. انا اتقال لوالدي ان ده كذا وبيعمل معاه كذا وبيشرب معاه كذا، وانا هو والدي عارف ان انا ما بعملش الحاجات دي. انا محترمه وكويسه، وواحده جت قالت لي انا كويسه زيك، بس انا ما اعرفهاش، مشيت معاها والناس واخده عنها فكره وحشه، هتاخد عني انا كمان فكره وحشه. هو اتباع الدين هو الطريق السليم دلوقتي لاي حاجه. لو كل بنت اتبعت عرفت قواعد الدين وعرفت طريقه هتمشي ازاي، بالتالي مش هتبقى ماشيه صح يعني، وهتبقى مرتاحه. اكيد البنت بتقنع بنت بالغلط، بس لو هي تربيتها صح مفيش حد بيقدر يأثر عليها. بترجع في الاول وفي الاخر للتربيه مش الدين. هو الدين شيء اساسي، بس اللي هي حته التربيه عند البنت دي بتبقى طبع فيها او غريزه. هي لو حابه ان هي تعمل الغلط، لو اللي حواليها كله صح هي هتعمله من نفسها، بس لو هي حابه تكون كويسه او صح محدش بيعرف يسيطر على حد. 15 سنه كان ليا اصحاب 15 واحد او 14 واحد، تيجي تسالني انا عندي 40 سنه دلوقتي ولا واحد فيهم صحابي ولا بنتكلم مع بعض، وحصل بينا مواقف ما يعلم بيها الا ربنا، واحلى بيع ممكن تشوفيه في حياتك. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول دي مقولة لي، وبرضه هقول قبلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي مسلم قط نعمة هي خير له بعد الإسلام من صاحب صالح. تخيلوا ما النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الإسلام أكتر نعمة في حياتنا بعد نعمة إن إحنا مسلمين إن ربنا يرزقك الخليل الصالح، الصاحب الصالح. دي مهمة جدا جدا جدا، فكروا فيها شوية. إحنا كنا بنسأل قبل الفاصل في يعني ألاقيهم فين؟ أجيبهم منين الصحبة دي؟ هل لازم أماكن معينة وأقدم اشتراك واستنى دوري، ولا زي ما عبد الرحمن قال لنا إن هي فرص؟ أو لو أنا بفكر فيهم ربنا هيرزقني بيهم، لو أنا نيتي صادقة فعلا ربنا هيوفقني فيهم، هخبط فيهم. فده السؤال، نلاقيهم فين الصحبة الكويسة؟ هو أنا يعني عايز آخد من السؤال ده وآخد كمان من حاجة اتقالت في التقرير. في واحد في الآخر قال لك 15 سنة وأصحاب وضاع وبتاع. ما هو انت عشان الصحبه السيئه دي جت منين؟ جت عشان انت كنت اكيد جم في الاماكن اللي انت بتعمل فيها حاجه سيئه، تمام؟ فال 15 سنه او عشان مصلحه معينه انما بقى اجي تاني لسؤالك ان هو لا، انت لو انت بتحرص على ان انت بتدور على حاجه فيها خير هتلاقي الصحبه، وفي نفس الوقت شوف بقى قيمه الصحبه كانت عامله ازاي. يعني احنا كنا لسه بنتكلم على العمره اهوت من شويه، لما بتروح تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بتلاقي مين على يمينه ومين على شماله. هل مثلا بتلاقي السيده عائشه على يمينه او على شماله؟ بتلاقي والده على يمينه او على شماله؟ طبعا يعني مع طبعا ان دولت على مقدار كبير جدا، بس انت سبحان الله هتلاقي على يمينه وعلى شماله صحابه الاثنين، سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. فيعني اكيد الناس دي، وسيدنا عمر كمان يعني اتاخر شويه في الاسلام، يعني سيدنا ابو بكر شوف كان سبقه من الاول قد ايه، انما مع ذلك برضه يعني زي ما بيقولوا كده القطر ما فاتوش. اول ما حس ان هو عايز يدور على الصحبه الصالحه اثبت نفسه لدرجه ان هو بقى دلوقتي موجود جنب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فاثبت بس يعني الفرصه اول ما تيجي كده تشعبط فيها. هي قبل ما تيجي برضه انت عايز نيه. هو انت فعلا من جواك انت عايز صحبه صالحه وبتدور عليها ولا مش عايز؟ يعني انت مثلا انت عايز تشتغل في مكان مثلا شركه مالتي ناشونال ولا اي حاجه من كده، مش بتروح وبتبعت سيفيهاتك وبتدور على ناس معارف عشان تقدر يعني من خلالهم تتوظف في الشركات دي؟ يعني مش انت بتسعى عشان يبقى ليك علاقات تقدر ساعتها تتوظف مثلا؟ نفس الموضوع برضو، انت عايز تتحصل على صحبه صالحه عشان تعينك في حياتك.
انت اصلا حياتك اللي انت عايز الناس تعينك فيها دي حياتك دي ماشيه في سبيل الله وماشيه على الطاعات والكلام ده كله، فالناس لما هتيجي هتبقى مبسوطه منك وتعينك على الكلام ده كله، ولا انت عايز صحبه بس عشان تخرج معاها وعشان تلعب معاها كوره وعشان بس مش عارف تذاكر معاهم وتروح الشغل معاهم والكلام ده كله؟ بس دلوقتي كمان بقى في حاجات كتيره متاحه، يعني حتى برنامج زي بتاعك يا شريف دلوقتي، احنا لو جينا اتفرجنا على الحلقات اللي فاتت، انت طبعا بما ان هو ما شاء الله اسمه احلى صحبه، ففعلا انتقيت ناس كتيره قوي كان سهل جدا التواصل معاهم. يعني انا عن نفسي مثلا حتى من الحلقات اللي اتفرجت عليها شفت ناس زي مجله ممكن، شفت وعي، شفت الناس بتوع عمرة المشتاقين، كان في كذا حد منهم جالك موجود. فطب ما هم انت الناس دي ليهم فان بيج موجوده على الفيسبوك، والناس ديت ليها ويب سايت وليها اماكن بيتجمعوا فيها، وده بس من البرنامج بتاعك انت بس، ما بالك بقيه البرامج اللي في التلفزيون او الحاجات اللي موجوده على الفيسبوك دلوقتي او لا. والهم يعني عشان نعممها عموما في موضوع بالذات الصحبه الصالحه دي، انت عايز فعلا تلاقي او انت عايزه تلاقي حد يعينك على طاعتك وعشان تبقى بني ادم كويسه او تبقى بني ادم كويس. عندك مليون سكه، من اولهم الاعمال الدعويه والتطوعيه، ان انت تنزل تشترك في اي عمل دعوي او تطوعي مع شباب هم ده هدفهم، يبقى انت القاسم المشترك ما بينك وبينهم الحاجه الكويسه زي العمل الدعوي او العمل التطوعي. المساجد نفس الموضوع، ده من اهم الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في الصحبه الصالحه. مش هقول لك روح اتعرف على ناس كبار في السن وقاعدين كل واحد بالمصحف اللي هو فوق ال 80 سنه وكده، لا هقول لك لا، في شباب بيبقوا موجودين، احضر دروس بتاع ده، احضر كورسات مثلا في التنميه البشريه والكلام ده كله، يعني خش مع تجمعات بتبقى اصلا فيها ناس حابه نفسيها وحابه انها تتعرف على ناس كويسه عشان تبقى بني ادم كويس وصالح بعد كده. انما انت مش هتتجمع مثلا في معلش يعني في ديسكو وعايز صحبه صالحه، او في كافيه والناس كلها او قهوه قاعده بتشيش وفي الاخر تقول لي هطلع بصحبه صالحه، مستحيل يعني. ناس عادين بالظبط. وانا يعني هو جاب الخلاصه في الاخر، يعني اللي هو دور في المكان اللي بيتعمل فيه حاجات كويسه، وانت هتلاقي صحبه، يعني هتلاقي الناس الكويسين في المكان الكويس. يعني ما تروحليش بالظبط زي ما كان جابر بيقول، ما تروحيش في مكان فيه مثلا قهوه ودخان وشيشه وسجاير والكلام ده كله وتقول لي انا هروح اصاحب لي واحد من هناك كويس او بدور على صحبه هناك كويسه. ما انت اصلا انت قاعد في مكان اصلا بيبقى محفوف بالمعاصي، فعمر ما هتلاقي عمر ما هتلاقي فيه ملائكه، عمرك ما هتلاقي فيه ناس ربنا هديها وربنا كرمها. غير انك ممكن لما تروح مثلا في مكان زي ما بيقول جبلي وزي ما بيقول مجدي برضه في مقرأة او في مش شرط في مقرأة، مش شرط اقول لك روح اختار من الجامع، لا بس اختار في مكان يكون فيه كويس، عمل خير، يكون فيه اعمال خيريه يعني حياه كويسه، هتلاقي فيه الناس الكويسين. وحاجه ثانيه برضه كنت عايز اقول عليها برضه، ان هي انت مش شرط تدور لحد عشان يغيرك، يعني مش شرط اروح لحد عشان يغيرني، لا انا ممكن اكون انا بنفسي صحبه، يعني انا بنفسي صاحبي الكويس. الناس هي اللي بتسألك عشان انت صحبه صالحه. بالظبط. انا بدور على حد عشان يثبتني، مش عشان خاطر يغيرني. انا مستني يعني اكيد في يوم من الايام هلاقي صاحبي اللي هيصلحني. انا مش هبطل سجاير لما الاقي حد يشجعني. وللاسف دي بتتعمل ما بين الولاد والبنات، يعني البنت بتبقى مستنيه الولد اللي هيجي لها عشان يصلحها، والولد يقول لا انا اول ما هاجي اتجوز لا ده في بنت هي اللي هتيجي وهحترم نفسي بقى ومش عارف ايه وكده عشان هيعرف اتجوزها. فلا هي ما عمرها ما تبقى كده يعني. ليه دايما بدور بره؟ ما ممكن الاقي في نفسي انا اللي هبقى انا اللي ان الناس تدور عليا. طب هل الصحبه ممكن يبقى تاثيرها بيضر بالبيت كمان؟ يعني هو مثلا من ضمن الكلام اللي اتقال في التقرير ان انا ممكن والدي يعرف ان انا بعمل حاجات غلط وانا ما اعملهاش، بس الفكره ان هو عنده معلومات ان انا ماشي مع فلان او فلان او فلان اللي بيعملوا الحاجات دي. طبعا. فهل فكره ان انا بقيت مشبوه في المجتمع او ان انا سمعتي مش كويسه، هل ده ممكن يكون سبب كافي ان انا ممكن افكر في صحبتي من جديد، ولا المسمى او الحجه اللي بتتقال عليها احنا اصحاب واحنا اصحاب من زمان بقى، يعني هسيبه دلوقتي؟ ده احنا مش عارف من كام سنه واحنا، ما هو السؤال هي مش من كام سنه احنا مع بعض، هي الفكره كلها احنا قدمنا ايه لبعض، احنا اتقدمنا قد ايه، احنا ايه الجديد اللي حصل في حياتنا لما بقينا اصحاب، ولا ايه يا وسيم الموضوع؟ هو يعني انا شايف بصراحه ان برضو مهما كان في الصحبه، انا شايف يعني حتى لو في الصحبه السيئه ممكن برضو تلاقي واحد قال كلمه تبقى تعتبر بالنسبه لك انت رساله تفكر انت بيها مع نفسك، تودي تفكيرك لحته تانية خالص، فتبتدي ايه ده لو كان نيتك برضو انت في الاول نيتك خير، يعني انت عايز تتحسن، فدي بتوصلك بعد كده لقدام. مش كده مجدي؟ بس هو وسيم علاقته ما شاء الله قويه جدا ببيته، يعني فمن الحاجات الحلوه ان كنا عايزين نتكلم برضو فيها في الاول، لو انت جبت سيرتها شريف، ان هي قصه ان هو ايه البيت برضو ساعات بيضغط على الناس ويعمل وبتاع. فمثلا هو يعني مش عشان وسيم قعد معانا بس عامه، يعني بنقول ان في نماذج ما شاء الله الاسره فيها ما بتبقى مترابطه
بتبقى هي كمان صحبه، يعني الصحبه بس مش بس بره البيت. يبقى جميل قوي لما تشوف الاب والاخوات والام موجودين كلهم مع بعض وكلهم كده عاملين صحبه. يعني ممكن تقول ان هم بيسافروا مع بعض، بتقول ان هم موجودين في رحله مع بعض، ان هم وهم حتى في البيت بيخدموا ازاي بعض، فتحس ان هم اصلا برضو بيقوموا مع بعض. ما بيبقاش مصدر قلق بالنسبه لي ان انا مثلا طالع مع فلان او فلان، لا انا عارف مين هم دول. بالعكس، وكمان الوالد المفروض ساعتها او الوالده يصاحبوا كمان صحاب ولادهم، مش يفتعلوا الصحوبيه. انما يعني انا مثلا والد وسيم عندي على الفيسبوك مثلا يعني عادي، وبنتكلم مع بعض وبنقترح، ولما يطلع التلفزيون نتفرج عليه وبتاع. يعني في ناس فعلا بتعرف تحتوي ولادها وتحتوي اصحابها، وفي ناس تانيين تحس ان هم بقى هو برضه يعني من نقطه ان هو بيأثر في البيت. هو الصاحب ساحب، يعني كان دايما المثل ده بيتقال لنا، الصاحب ساحب. هتلاقيه دايما بيسحبك يا اما للحاجات الصح يا اما للحاجات الغلط. فإن كان ده بيأثر في البيت وما بيأثرش في البيت، فانت لو عندك صحبه كويسه هتلاقي نفسك انت خلاص بقيت تتطبع بيهم، وبقيت هم بيثبتوك على الحاجات الصح. فحتى انت في البيت مثلا بقيت مثلا ما بتصليش ولا حاجه، فانت لا بقيت تصلي، ومع عشان صحبتك ما شاء الله كويسه، فترجع البيت طب يلا يا جماعه ده الاذان قدم، طب ما يلا ننزل نصلي في الجامع. فبتلاقي نفسك انت طب يلا يا بابا يلا يعني يلا مثلا تلاقي اخواتك بقى ويلا بينا ننزل نصلي في الجامع. ده بينعكس على البيت. ما بالك لو انت مثلا واحد مصاحب صحبه مش كويسه، لا ده بيشتموا بقى وبيعملوا حاجات كتير، فتلاقيه هو بيتطبع ده بقى حاله اصلا. لسانك بقاش كويس، ترجع يعني هدومك كلها ريحتها مش كويسه عشان الدخان والكلام ده كله. كل ده بينعكس على البيت. علاقتك باهلك هتلاقيها ما بقتش محترمه قوي زي ما كانت مثلا في الاول، بترجع متاخر. حاجات بقى بتبقى بتاثر سلبيا جدا على الاسره، حتى للناس المتزوجين او الناس اللي لسه قاعده مع اهلها. في حين بقى ان انت تلاقي الصاحب الكويس عكس الكلام ده. يعني هتبص تلاقيه هو اللي بيقول لك لا انت دلوقتي ده ابوك كان بيكلمك انت ما ردتش عليه ليه؟ انت المفروض انت كنت ترد عليه، ده هيبقوا قلقانين، ده والدتك كانت عيانه يلا بينا نروح نشتري لها كذا ولا نعمل كذا. الصاحب ده لما يكون صالح فعلا، والله من الحاجات اللي انت بتشعر بيها بحلاوه الايمان. يعني انت لو فعلا يكون عندك صاحب صالح في حضن سند كده يعني لما يفكرك بالنيه، خلي بالك انت بتعمل الحاجه دي ليه، ومن تحت لتحت، وانت عارف ان هو بيحبك وبيقول لك كده مش منافس منك ولا اي حاجه. ولما تلاقيه بيزقك في حاجات خير كويسه، ولما بيقول لك اسال على كذا انت بقالك كتير ما سالتش عليه، ولما يقول لك انا رايح اعمل خير في الحته الفلانيه تيجي معايا ولا ما تجيش معايا، تبقى مطمئن وانت معاه. يعني فكرنا انت كده يا شريف باللحظات الاخرانيه في العمره بقى اللي احنا كنا مع بعض فيها، كان ايه اللي بيحصل في الطياره وقتها؟ طبعا يعني كان مواقف كده عبد الرحمن بيفكرنا باجمل لحظات فعلا لما نتقابل في عمره ونبقى رايحين نزور ربنا سبحانه وتعالى في بيته، ورايحين نزور النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه. ممكن احنا من الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها كمان فكره ان احنا لما عاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا قلنا من اكتر الحاجات اللي كانت بتفرح النبي جدا لما ما بقاش داخل في ايديا فاضيه، مش داخل بقى في كيس فاكهه وهديه، لا النبي صلى الله عليه وسلم عايزك تبقى داخل معاك 3 4 5 انت جايبهم وجاي، يا رسول الله دول في ايدي معايا، دول بتوعي السنه دي. فيمكن دي فكره الصحبه، وقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دائما وابدا يتكلم عن صحابه، حتى لما كان يقعد معاهم يقول لهم ما حدش يكلمني عن صحابي عشان ابقى داخل عليهم كده وصدري سليم. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه الشديد على الصحبه، حتى عشان كده يعني وده هيبقى مسك الختام من شده صحبه سيدنا ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لبعض كصحبه، ان سيدنا ابو بكر ثاني اثنين في الغار، هما الاثنين في الغار، وثاني اثنين في الهجره مشوا مع بعض، وثاني اثنين في القبر ميتين مع يعني جنب بعض، سيدنا ابو بكر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات اللي بعض العلماء حسنها وبعضهم ذهب انها صحيحه ان هو ثاني اثنين على الحوض، ان من اللي بيشرب الناس من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه مش بس النبي لوحده، سيدنا ابو بكر كمان بيشرب الناس. فتخيل ثاني اثنين في الهجره، طبعا في الحياه والدعوه، في الغار، في الموت والقبر، وثاني اثنين على الحوض، وفي نفس الوقت طبعا في الجنه، يعني نلقى الاحبه محمدا وصحب ربنا دايما يجمعنا على صحبه الخير وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم. بشكركم على الصحبه الجميله دي، وربنا يجعل دايما الخير والود بيننا ان شاء الله، نجتمع على الطاعه. حلقتنا جرت بسرعه، اكيد هيبقى لنا حلقات ثانيه ان شاء الله بمشيئه الله سبحانه وتعالى. نشوفكم في حلقه جديده من احلى صحبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.